السلام عليكم، معاكم احمد خيري ده اكسكلوسيف وركس. النهارده معانا عربيه من الصنع الكوري كيا، هي العربيه الكيا سبورتاج 2023. العربيه دي ستاندرد اول فئه. صاحب العربيه اول ما جابها اكتشف ان مفيش فيها لا كاميرا ولا شاشه، وعشان كده جاي لي عشان اركب له الشاشه الاصليه والاعدادات الديجيتال والكاميرا الاصليه. طبعا الشغلانه صعبه شويه، احنا هنغير ضفاير وهنركب كنترولات ونغير الشاشه والعداد ونكود الكلام ده كله على العربيه. هنشوف الموضوع ده خطوه بخطوه. نتمنى الحلقه تعجبكم ونشوف مع بعض. طبعا دي العربية الستاندرد زي ما احنا شايفين. هنلاقي العدادات شاشتها الشاشة الصغيرة. طبعا هي دي مش الشاشة كلها، الشاشة بتبقى المربع اللي احنا شايفينه ده بس، والباقي بتبقى شاشات ديجيتال صغيرة بتبين RPM والسرعة. بالاضافة ان في النص كمان مفيش غير الكاسيت العادي اللي من غير شاشة. طبعا احنا عايزين نركب بقى السيستم الكامل، فهنبدأ بقى نفك ونشوف مع بعض. طبعا عشان نركب العداد والشاشة لازم هنغير الضفيرة اهو، نزود اسلاك وننقصها. دي ضفيرة الفول اوبشن اللي موجودة معانا بصمة، والعربية اللي معانا النهاردة دي مفتاح. هنضطر ان احنا نفصل ضفيرة مستقلة علشان نقدر نشغل السيستم بشكل مظبوط وتوصل في نفس الاماكن بتاعة المصنع. هنبدأ بقى نشوف هنطلع الاسلاك من هنا ازاي ونركبها في العربية دي ازاي ونشوف مع بعض. طبعا الامبليفاير بيبقى مكانه تحت الكرسي ده، بيبقى من تحت، فنضطر بقى ان احنا نفك الكرسي ده بره العربيه، ونبدا بقى نفك البلاستيك اللي هنا ده كله والجزء ده والشاشه مع الكاسيت عشان نبدا نوصل الاسلاك بتاعتنا ونشوف مع بعض. وده مخطط العربية علشان نوصل عليها النظام السيستم اللي احنا جايبينه هنا. زي ما احنا شايفين دي ضفيرة التابلو بالكامل. هنوصل بقى نشوف فيش بتاعة الشاشة فين وفيش الامبليفاير واصلة لغاية فين، ونبدأ نوصلها مع بعض. دي بقى الضفيرة بتاعتنا اللي احنا عايزين ناخد منها الحاجة. هنلاقي عندنا الفيش دي بتاعة الشاشة، الفيشتين دول عايزين ناخدهم من هنا اهوت لغايه الاخر. فهنبدا بقى نقطع ونوصل لغايه ما نوصل لغايه اطرافها من هنا ومن هنا ونشوف مع بعض. اهم الحاجات توصيل الكهرباء بالنسبه للامبليفاير. لازم تكون السلك بتاعه بنفس المواصفات بالسمك ده، عشان انتوا عارفين الامبليفاير بياخد كهرباء كتير، ونوصله في نفس المكان الاصلي في علبه الفيوزات الاصليه علشان يدي الكهرباء بالشكل المظبوط وما يحصلش مشاكل في المستقبل. طبعا احنا بنستخدم الشكرتون الاصلي اللي هو العادي والقماش. دي النتيجه بعد ما قفلنا الضفيره بالشكل المظبوط. زي ما احنا شايفين مفيش اي ملاحظات. الفيشه دي احنا مزودين عليها سلكين، والفيشه دي مزودين عليها 3 اسلاك. زي ما احنا شايفين كل حاجه شغاله زي ما تكون نازله من المصنع تمام. الخطوه الاخيره بقى اللي هنعملها ان احنا هنثبت الامبليفاير دهوت تحت الكرسي ده. فهنبدا بقى نشيل الكرسي دهوت علشان نثبت الضفيره اللي احنا عملناها ونثبت الامبليفاير في مكانه. طبعا الضفيره هتنزل من تحت الموكيت ده، فهنفك المسمارين دول عشان نوصل الامبليفاير. زي ما احنا شايفين ده مكان التثبيت بتاعه اهوت موجود تحت الكرسي هنا. هنبدا بقى نركبه مع بعض.
وكده بعد ما ركبنا السماعه السنتر ووصلناها هنبدا بقى نقفل. وكده بعد ما ركبنا الامبليفاير في مكانه وثبتناه زي ما احنا شايفين، دي الضفيره الاصليه بتاعت العربيه ودي الضفيره اللي احنا مفصلينها مش هنلاقي فيه اي فرق. ماشيين الاسلاك في المسار المظبوط، هنلاقي مفيش اي اسلاك باينه في اي حته. وبكده ان احنا ركبنا كل حاجه بالشكل المظبوط. هنبدا بقى نقفل ونرجع كرسي مكانه ونشوف مع بعض. عشان احنا مزودين اسلاك في الضفيره، جايبين يعني ده اسفنج بتاع الفابريكا بحيث ان هو يلف بيه الضفيره ما تعملش صوت واحنا ماشيين، علشان يكون العربيه بنفس الاداء اللي احنا متعودين عليه من الزيرو. كده بعد المجهود الكبير اللي احنا بذلناه وخلصنا شغل في العربيه وقدرنا نركب الشاشه والعداد بتوع العربيه الفول اوبشن على العربيه الكيا سبورتاج اللي معانا النهارده. وتعالوا نشوف الامكانيات مع بعض. العربيه العداد الشاشه ال 12 بوصه مع الشاشه النافيجيشن الكبيره، بنقدر ان احنا بيكون فيها ثيمات ان احنا بنغير شكل العداد نفسه، وبنقدر نتحكم في العربيه نفسها من عن طريق الشاشه. يعني ممكن من هنا بنختار السيت اب، بنختار في كل امكانيات العربيه اللي بتبقى موجوده من هنا اهوت. هنلاقي النقط العاميه، العداد، ممكن اختار الثيم اللي انا عايزه، ممكن اختار اللي هو مربوط بالدرايف مود او من غير درايف مود دايناميك زي اللي احنا شايفينه قدامنا ده. وفي عندنا كذا امكانيات، طبعا لو هقعد اشرحها ممكن نقعد لنا 3-4 ايام، فيعني ممكن نبقى نعملها في حلقه مستقله امكانيات الشاشه دي موجوده ايه. وطبعا هي مجهزه باندرويد اوتو، يعني احنا بمنتهى البساطه لما نوصل الموبايل عن طريق اليو اس بي لهنا هنلاقيه يشغل اندرويد اوتو على طول. ودي من المزايا الكويسه جدا في الشاشه دي. ركبنا سماعه سنتر على الاربع سماعات بتوع العربيه هم نفسهم. الصوت بقى ممتاز اكتر من الاول بكتير، بس ما زال مش بنفس الجوده بتاعت الهارمان كاردون الاصليه. هيحتاج صاحب العربيه ان هو يجيب لها السبوفر الاصلي والاربع سماعات علشان نوصل للاداء الاحسن. وممكن نعمل احسن من كده كمان، نجيب سماعات افتر ماركت نركبها على السيستم ده، هيبقى صوتها خرافه. ده ممكن نبقى نعملها في حلقه تانيه مستقله، بس السيستم الحالي احسن من الاول بكتير جدا كصوت وكاداء وكامكانيات. خلصت حلقتنا، لكن الشغل لسه ما خلصش. لسه هنركب الكاميرات ال 360 والامبيانت لايت في العربيه دي، وكمان نقدر نركب السمارت كروز كنترول او مثبت السرعه الذكي، نظام الالكاس او الرجوع للمسار، وانظمه تانيه كتير في العربيه دي. اي نظام نزل في اي مكان في العالم على العربيه دي هنقدر نركبه زي المصنع. وبكده قدرنا نركب شاشه العدادات الفول ديجيتال الفيها نافيجيشن مع العداد الشاشه الكبيره ال 12 انش على العربيه الكيا سبورتاج، وبنفس مواصفات المصنع. يعني العربيه دي ان شاء الله صاحبها هياخدها ويروح بقى التوكيل، وبيني وبينه تحدي ان التوكيل نفسه مش هيقدر يطلع اي اختلافات في العربيه، ونلاقي كل حاجه راكبه مظبوط. نتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ونتمنى نشوفكم في حلقه جديده ومواضيع جديده. استنونا، مع السلامه.